السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في الفيديو رقم 1 من سلسله الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها على حياتك المهنيه. لو انت كنت شفت الانترو اللي فات هتعرف ان احنا في سلسله الحلقات دي هنتكلم على 9 مواضيع مختلفه، واول موضوع معانا النهارده هو موضوع اختيارك للكليه. اختيارك للكليه هو مصدر رزقك اللي هتكمل بيه بقيه حياتك. هو بعد الكليه لما انت هتبدا تدور على اي وظيفه هتبدا تدور على حاجه في النطاق اللي انت اتعلمته والنطاق المسمى الوظيفي بتاعك، او نطاق يعني مسماك كخريج، مثلا خريج طب، خريج تجاره، خريج مثلا بقى لغات وترجمه، ايا كان المسمى بتاعك اللي انت هتبدا تدور فيه. طيب اختيارك للكليه هو بدايه ان انت تبدا تطلع لنقطه الصفر. نقطه الصفر عندك هي خلاص، انت نقطه الصفر انت وصلت لايه، لمرحله ان انت اتخرجت وبتبدا تدور على وظيفه. بس عشان توصل لنقطه الصفر دي لازم في شويه حاجات انت بتعدي بيها. اول حاجه انت بتعدي بيها هي اختيار الكليه واختيار القسم. طيب اختيارك للكليه بيبقى على شويه معايير كده، شويه نقط خلينا نتكلم فيها مع بعضينا مثلا، وخلينا اضرب لك شويه امثله. والله انا مثلا لو هاجي اتخرج مثلا كمان 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين، في شويه معايير كده وفي شويه مثلا توجهات للبلد اللي انا موجود فيها. والله مثلا البلد انا شايف ان هي متوجهه لقطاع زي الصحه والتعليم، تمام؟ يبقى انا مثلا محتاج مدرسين ومحتاج دكاتره، ايا كان بقى ايه التخصصات بتاعتهم. يبقى دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا لازم ابص عليها. مثلا توجهات البلد عندي رايحه فين. مثلا دوله زي مثلا زي الكويت هي معظم شغلها او حاجاتها ليها علاقه بقطاع البترول، فبالتالي انا لو عايش في الكويت تمام هدور على حاجه ليها علاقه بالموضوع ده. طيب لو انا مثلا عايش في دوله مثلا زي السعوديه مثلا فيها توجه للمشاريع، فيها توجه مثلا دلوقتي لقطاع الصحه والتعليم والترفيه وهكذا، فهدور على المجالات اللي ليها علاقه بالموضوع ده. ليه؟ لان انا لما هاجي اتخرج كمان 4 سنين او 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين هدور على حاجه ليها علاقه بالمواضيع دي. فتوجهات البلد هي اللي هتوفر لي وظيفه، هي اللي خلاص انا عايش في البلد دي، كاول حاجه بعد ما اجي اتخرج بدور على وظيفه في البلد اللي انا عايش فيها. فبالتالي لو انا لقيت في البلد اللي انا عايش، لو البلد فيها توجه في حته معينه، خلاص يبقى انا ايه، هلاقي وظيفه. البلد هي اللي هتوفر لي وظيفه سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، او لو انت هتشتغل في القطاع الحر. فتوجهات البلد بتشكل عندك ايه هي الوظائف اللي كمان 10 سنين ليها محتاجينها. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه والله ان انت مثلا دلوقتي لازم تيجي تبص مثلا على توجهات المنطقه اللي حواليك. انت ممكن مثلا لو لقيت مثلا البلد مثلا عندك فيها توجهات في قطاع المشاريع، البلد اللي حواليك فيها ايه؟ هل فيها مثلا توجهات برضو لقطاع المشاريع؟ يعني انت مثلا لو مثلا بعد فتره من شغلك في بلدك تعرف تسافر وتاخد خبره اكتر وتاخد معدل سالري اعلى وهكذا ولا لا؟ توجهات العالم، توجهات العالم بقى دي هي اللي يعتبر اللي بتطغى على يعني مثلا ايه، نسبه كبيره من توجهات البلد. بمعنى ايه؟ خليني اقول لك مثلا 3 امثله. 1990 2000 والوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه 2025. 1990 لو انت جيت قلت لواحد تعالى ادخلك مجال الاتصالات والالكترونيات، هو اصلا مش شايف حاجه ليها علاقه بمجال الاتصالات والالكترونيات قدامه، فبالتالي هيشتغل في ايه؟ فبالتالي ده مش هيخش الموضوع ده، هيخش اي قسم تاني بقى. مثلا لو هو عايز يخش الهندسه هيخش في اي قسم مثلا زي مدني، انشائي، كهرباء والحاجات دي كلها، تمام؟ فهيخش في مجال هو شايف ان هو محتاجينه في سوق العمل. طيب لو جينا قلنا على 2000، في الالفينات لا، بدات موضوع الالكترونيات والاتصالات والنتورك والحاجات دي كلها ابتدت تنتشر. فبالتالي لا، ساعتها انا ابدا اخش في المجال ده لان ده هو المستقبل او المجال اللي جاي. طيب تعالى نتكلم مثلا على بقى ايه 2025. لا، مجال السوفت وير طاغي وبص منتشر بطريقه فظيعه وكل ما هو ريليتد بالسوفت وير. طيب فمعنى كده ايه؟ ان دي توجهات العالم كله في الفتره الحاليه، وبتاثر على توجهات المنطقه وبتاثر على توجهات البلد بتاعتك. فبالتالي لازم يبقى عندك رؤيه على العالم هو رايح فين، وبالتالي العالم عندك رايح فين. ده بيضغى برضو على جزئيه مثلا عندك في ايه، ان انت هبدا والله ادور على مجال زي كده. هبدا مثلا لو انا عايز اسافر هبدا مثلا ادور على مثلا ايه هي الجامعات اللي ممكن توفر لي مثلا منها زي الماجستير والدكتور والحاجات دي. قصدي من الموضوع ده ايه، ان انت مثلا لو هتيجي تبص البلد عندك او الفتره الحاليه اللي انت بتبقى عايش فيها بيبقى ليها توجه معين. العالم كله بيبقى ليه توجه معين. لو انا جيت اقول لك مثلا سنه 2020 اللي هو عصر الكورونا وربنا ما يعودها يعني الايام دي فانت هتلاقي ان انت عندك لا، في مرحله الكورونا ما كانش عندك كونسبت ان انا ممكن اشتغل ريموتلي. لا، فبعد ما جت الكورونا وانتشرت لا بقى خلاص بقى الكونسبت بتاع ان انا اشتغل ريموتلي ستيل اكزيستد، يعني لسه موجود. ولحد الفتره الحاليه في ناس بتقول لك طب انا ليه يا باشا اشتغل مثلا في المكتب؟ فانا ممكن حاجه زي كده اشتغلها ريموتلي. والشركات بقى عندها كونسبت دلوقتي، طب ماشي، ما انا بدل ما انا اجيب واحد يشتغل مثلا معايا
في المكتب اللي انا شغال فيه وهكذا، لا خليه يشتغل في البيت، هو وفر على نفسه مجهود، وفر على نفسه مثلا ساعتين رايح وساعتين جاي كمواصلات، وانا من الناحيه الثانيه مثلا ممكن اكون اوفر كوست، وخدت منه يعني الفول باور بتاعه. ليه؟ ما هو اصلا 8 ساعات بتوعه كلهم هو مفيش ارهاق عليه قبل في المواصلات، ومفيش ارهاق عليه بعد كده مثلا بعد ما يجي مروح في المواصلات، فلا انا واخد الفول باور بتاعه. فانا قصدي ده توجه يعني من ضمن الحاجات اللي انت لازم تفكر فيها. واول حاجه برضه لازم تبص على ملف رؤيه المشاريع بتاعه البلد بتاعتك، هي رايحه فين. مثلا حاجه زي قطاع المشاريع، او يعني اللي هي الرؤيه بتاعت البلد، مثلا مصر 2030، السعوديه 2030، مثلا عمان 2040، حاجه زي كده. فانت لازم تبص، لان ده يعني ايه، لازم تبقى ابديتد، لازم تبقى عارف انا رايح فين وجاي منين. طيب تاني حاجه بعد كده الاهل دول هم يعتبر يعني مثلا ايه، لو انا اهلي كلهم مثلا شغالين في قطاع معين، قطاع زي قطاع التعليم، تمام، وانا مثلا عايز اشتغل في قطاع زي قطاع الهندسه، هنا ليك مطلق الحريه. والله انت مثلا لو شفت مثلا ان يعني ان اهلك كمان مثلا بعد التخرج هيعرفوا يساعدوك ويوفروا لك فرصه، انا شايف ان دي بالنسبه لك كويسه. طيب هتيجي تقول لي مثلا انا عايز اشتغل مهندس، حاجه اقول لك والله انت لو شايف ان في يعني رؤيه واضحه بالنسبه لك ايه هو القسم اللي انت عايز تخشه والقسم ده مستقبله رايح فين، هقول لك توكل على الله. لو انت مش شايف ومش عارف، هقول لك خلينا نركن الشغف على جنب، لان الشغف ده مش هو اللي هيشغلنا في المستقبل، ولا هو اللي هيوفر لنا وظيفه، ولا هو الشغف ده بالنسبه لي او بالنسبه لواحد كتير. والله انا مثلا انا شغفي رايح في حته معينه، الشغف ده بيجي ويروح، تمام، بس يعني مدى وضوح رؤيتك انت قدامك وعارف ان انا رايح في الاتجاه المعين، عشان الاتجاه ده بالنسبه لي هو في 1 2 3، خلاص دي في رؤيه واضحه بالنسبه لك، فمهما كان عزيمتك عمرها ما هتفطر. انما الشغف ده حاجه ممكن تيجي، انا دلوقتي عايز اروح في كذا، عايز مثلا اتعلم كورس كذا، عايز اتعلم هكذا، لا فالشغف ده مش هو اللي هياكلنا عيش الصراحه، مش هو اللي هيكون مصدر رزقنا. الشغف ده لو مربوط برؤيه واضحه هقول لك توكل على الله، انما الشغف ده لو مش مربوط بحاجه واضحه، حاجه كده بتيجي وتروح تيجي وتروح تيجي وتروح، هقول لك لا، لازم تفرمل وتفكر كويس وتشوف الدنيا بالنسبه لك فيها ايه. اهلك لو شو كلهم مثلا شغالين في مجال معين او في جزئيه معينه، ده بالنسبه لك كنز كويس. ليه؟ لان انا خلاص انا عارف ان هم ممكن يقدروا يساعدوني بعد ما اجي اتخرج، ان هم يوفروا لي حاجه مثلا وظيفه كويسه، مثلا هم مدرسين هيعرفوا ايه يساعدوني ان انا اخش في الكارير ده بسرعه يعني. واحنا ايه يعني ما اكتر ما احنا مثلا بنشوف ان مثلا ما شاء الله في مدرسين في مصر يعني ما شاء الله يعني اللهم لا حسد يعني. فانت لازم تبدا تركز برضو اهلك من ضمن العوامل القوه اللي ممكن تكون موجوده معاك. طيب لما نيجي نخش الكليه، بسم الله الرحمن الرحيم كده انجلش، يعني ايه انجلش؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده انجلش، يعني لازم تبدا تبقى مستواك في الانجليش كويس، او تبدا لو انت مش مستواك في الانجليش مش كويس تبدا ان انت تحسنه. ليه؟ كل المراجع اللي انت بتتعلم بيها انجلش، كل مثلا لغات التواصل على مستوى العالم كلها في مجالات معينه هتلاقي انجلش، اشهر الكورسات بصفه عامه هتلاقي انجلش، في كورسات قويه في اللغه العربيه وفي مراجع قويه في اللغه العربيه، بس قصدي ايه، ان اللي التوجه العام كله في الانجلش، يعني المين كوميونيكيشن واي على مستوى العالم هي انجلش، فانت لازم تبقى في الانجليش قوي. يبقى حتى كمان لما هتيجي تتخرج تيجي تبدا مثلا تدور في السي في بتاعك والحاجات دي كلها، وتكتب في السي في بتاعك لو انت مثلا والله مقدم على شركه، السي في بيتكتب بالانجلش، مثلا احيانا في الانترفيو بتطرق معاك الاسئله بالانجلش عشان يشوف مدى قدرتك انت ايه على موضوع ان انت تتكلم مع الناس، لان عرضه ان انت تتكلم مع مثلا زمايلك في العمل، في منهم ممكن يكون اجانب، في مثلا هتتواصل مع حد بره، في داتا شيتس مثلا لبرودكتس معينه، في كتالوج مثلا معين، كلها انجلش. فانت لازم، لا اول حاجه بالنسبه لك لازم تركز عليها وانت داخل الكليه مستواك في الانجليش عامل ايه، لان الانجليش ده هيفرق معاك جامد جدا. والله لو انا اشطر واحد تكنيكال وما بعرفش اتكلم مع الناس انجليش، خلاص معلش، ما انا الشركه مش هتجيبك غير لو انت سكيلز معينه متوفره فيك، ومش شرط ان السكيلز دي تبقى انت التوب فيها، لا بصفه عامه انا عندي ميديوم رينج، الميديوم رينج ده بالنسبه لي اكسبتد. فانا بالنسبه لي لو في واحد مثلا والله هو اعلى واحد تكنيكال بس الانجليش ما بيعرفش يتكلم، وانا اصلا محتاج حد يكون بيعرف يتكلم انجليش، فخلاص فبالنسبه لي انت هتقلل فرصك ليه؟ لا لازم تركز على الانجليش. تاني حاجه مهارات اللي هي السوفت سكيلز، حاجه مثلا زي الاوفيس من ضمن الحاجات اللي انت مثلا لو محاسب ما تكونش عارف اكسل، لو انت مثلا والله واحد مثلا شغال كونتنت كريتور وحاجات زي كده ما ينفعش تكون ما بتعرفش تعمل برزنتيشن، ما ينفعش تكون ما تعرفش مثلا تشتغل على الوورد ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فدي من ضمن الحاجات اللي انت لازم تركز عليها، مهارات السوفت سكيلز بالاضافه لموضوع اللغه.
الحاجات دي صدقني فعلا هتفرق معاك جدا جدا جدا. طيب اخر نقطه خلينا نتكلم فيها موضوع الشغف. انا زي ما قلت لك في الفيديو، انا مش بقول لك ما تتبعش شغفك، بس بقول لك خليك عقلاني في اتباع شغفك. شغفك ده مثلا شغفك ده لو مربوط برؤيه واضحه، ويعني زي ما بقول كده كلير فيجن قدامك، عارف توجهك انت رايح فين، توكل على الله. انما لو شغفك مربوط بحاجه تمبروري، انا مثلا النهارده عايز اتعلم ده، بكره عايز اتعلم ده، بعد بكره عايز اتعلم ده، خليني اقول لك لا، خلينا نفكر بعقلانيه شويه، لان شغلك او اختيارك للكليه واختيارك للقسم ده هو مصدر رزقك بعد كده، فما ينفعش يكون مربوط بجزئيه الشغف. واحنا كمسلمين برضو وهكذا، لا يعني وليس للانسان الا ما سعى. انا هسعى على حاجه معينه بغض النظر بقى عن ربنا هيرزقني ازاي. الرزق ده فيه انواع واشكال كتير جدا وهكذا. فانا كشخص والله انا هسعى وبعقلانيه ولا مفكر كويس وهتوكل على الله وربنا هو اللي بييسر. فيعني الفيديو ده كان دردشه كده سريعه على موضوع اختيار الكليه، اتمنى ان هو كان مفيد بالنسبه لك. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم فيه على موضوع السي في وازاي انت بتكتب سي في. احنا برضو كنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، بس في شويه حاجات كده برضو هركز لك عليها الفيديو الجاي باذن الله. سلام عليكم.